النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا، ربنا عز وجل في الآية 183 سورة البقرة يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. نعم. فإذا كان هذا خطاب تشريف، فإذا كان ذلك المؤمن شعر بهذا المقام الرفيع، يستقبل أمر الله عز وجل بحب، سيصوم ويطبق أحكام الصيام الشرعية ويحتسب ذلك كله لله سبحانه وتعالى. يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يشعر بالشقاء، يشعر بالسعادة حتما. لماذا؟ لأنه يحتسب ذلك الصيام لله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذلك في أحاديث أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. كلها مربوطة بالإيمان ومربوطة كذلك بالاحتساب، يعني يحتسب الأجر عند الله عز وجل. يفعل ذلك لا رياء ولا شيء من أجل شيء آخر، ولكن لوجه الله تعالى العزيز. فإذا حقق ذلك نال ما وعد الله عز وجل من فضل وخير. نعم. أم لقمان بوزرعة ذكرت مسألة الجهاد، وكيف نجاهد أنفسنا حتى نصل إلى هذا السياق؟ لأن النفس هكذا يقول الحكماء: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. هذه هي النفس، ولا يعرف النفس إلا الخالق جل جلاله. ونفس وما سواها، ذكرنا الآية: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فتكون التزكية بهذه الطاعات، بهذه القربات، بالصيام وغيرها من العبادات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإمام البوصيري يعني بالمختصر المفيد مما ورد في بردته الشهيرة: وخالف النفس، هذا هو الجهاد. وخالف النفس، لأنه النفس تميل إلى الراحة، تميل إلى الاسترخاء، تميل إلى التملص من التبعات والواجبات والالتزامات. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إلى آخر ما قال في تلك الوصفة اللطيفة في بردته الشهيرة.